سلام عليكم. يا ترى بتدوخ في رمضان؟ ده ممكن يكون بسبب الجفاف، وممكن يكون بسبب نقص حديد ما بيظهرش في التحليل العادي، وفي نوع دوخة لو حصل لازم تروح الطوارئ فورا. الدوخة مش مرض، الدوخة رسالة من جسمك وتنبيه ليك، وفي رمضان تحديدا في كام سبب مشهورين. تعالوا نتعرف على واحد واحد منهم. نتكلم عن النوع الأول والأكثر انتشارا. بتيجي تقوم بسرعة فبتدوخ، لو قمت من السجود أو من الكرسي بتحس كأن حد شد الفيشة، ده اسمه هبوط الضغط الوضعي. طب ده بيحصل بسبب ايه؟ ان الدم بينزل للرجلين والمخ ما بيوصلوش لكام لحظة دم كفاية. طيب ليه بيحصل في رمضان؟ بسبب الجفاف. طيب الحل ايه؟ اول حاجة لما تيجي تقوم ببطء. والسبب التاني والرئيسي ان انت تقدر تعالج بيه الموضوع ده ان احنا نشرب كمية مية كفاية، وان ممكن ناخد محاليل جفاف لو وضعك يسمح. ولو انت بتاخد مدرات للبول راجع الطبيب بتاعك. طيب السبب التاني وبرضه منتشر بالناس كتير، دوخة بعد الحلويات. تفطر وبتحل كتير، بعد ساعتين تحس بركفة، عرق شديد، دوخة، وجوع مفاجئ، ده اسمه هبوط السكر الارتدادي. طيب ده حله ايه؟ قلناها في حلقة السكر. قاعدة 15 جرام سكر سريع يعني 3 تمرات او نص كوباية عصير. وطبعا لازم تقيس بعد 15 دقيقة السكر تاني وتشوفه مظبوط ولا لا. السبب الثالث ضغط التراويح. الوقفة الطويلة في التراويح بتخلي الدم يتجمع في الرجلين فتبدأ تحس بدوخة. لو حسيت بالدوخة دي اقعد فورا وهبدأ احرك رجليك. السبب الرابع والمهم نقص الحديد المخفي. هنا المفاجأة بقى، ممكن تحلل حديد صورة دم كاملة ويكون عندك عادي، لكن انت عندك نقص حديد. ليه؟ لان الفيريتين او مخزون الحديد بيكون عندك نقص. طيب التحليل ده ممكن تطلب تحليله اللي هو الفيريتين. لو هو اقل من 30 عندك فانت هيكون عندك نقص فيه في واعراضه بتكون الدوخة، تعب شديد وارهاق دائم، خفقان، تساقط الشعر. العلاج بناخد من افضل انواع الحديد للمعده الحساسه عشان ما يعملناش مشاكل، الايرون بيسيجلايسينيت. ويفضل ناخده زي ما قلنا مع فيتامين سي ومع فوليك اسيد، وبقى في منتجات كتيره فيها التوليفه دي مع بعضها. مهم جدا، قلنا ان الحديد بيطرد الحاجات كتير، فممنوع ان انت تاخده مع شاي ولا مع منتجات الحليب ولا مع كالسيوم. طيب امتى تروح الطوارئ فورا لو الدوخه دي معاها الاعراض اللي احنا هنقولها دلوقتي؟ الم صدر، ضيق تنفس، ضعف في ناحيه واحده من ناحيه الجسم، تشوش في الكلام، زغلله شديده لدرجه ان انت مش شايف. دي مش دوخه عاديه، دي لازم تروح الطوارئ. دي كبسوله النهارده من كبسوله على الفطار، والسلام عليكم.